السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع بخير يا رب. قبل ما نحكي في مصايب عبد الفتاح السيسي وهو والحشة اللي معاه، الناس المحترمين بيقولوا لي الناس اللي بتكتب لك دي لجنة ما تردش عليهم، وأنا عارف إن هم لجنة وكل حاجة، بس زي ما أنتوا فاهمين إحنا بنحب إيه نديهم كام قلم على وشهم قبل ما نبدأ عن حوارات الفاسدة بتاعت عبد الفتاح السيسي والبلاوي السوداء اللي هو عمال يعملها والبلاوي اللي عمال يجيبها علينا. فواحد لجنة شغال مع السيسي بيروح يجيب حاجات للظابط من السوق زي ما انتوا عارفين، بيقول لي لا يصلح الله من قوم حتى يغيروا من أنفسهم. جميل. وبعدين بعت لي تاني وبيقول لي بسؤال من عند الله يا أخي أنت كيف عرفت ربنا؟ وبعدين راجع يقول لي الريس عاش الريس عبد الفتاح السيسي وربنا هو اللي جايبه هنا، وعمال يخرف في كلام عبيط مش عارف ايه هو. انت جاي تكلمني عن الدين وعمال تكلمني في الدين تعرف يا حبيبي ان دول اوروبا امريكا اوروبا العالم الاول، العالم الخارجي العالم الاول ملهمش علاقة بربنا خالص، لكن ليهم علاقة بشيء واحد: الإنسانية، سيستم محترم، عدم سرقة المواطن. الحيوان قبل الإنسان بيخافوا عليه، الحيوان قبل الإنسان. ثقافة، ثقافة، إنسانية، كل شيء حلو عن البني آدمين هتلاقيه عندهم، وهم ملهمش. الموضوع يا حبيبي يا فاسد زي اللي مسرحك، الموضوع مش موضوع، اما كل واحد عارف دينه، كل واحد عنده دينه وعنده هو يعبد اللي هو عايزه. انا مسلم الحمد لله، الحمد لله على نعمة الاسلام، بس بفهمك يعني هي مش بالاسلام ومش بالقرآن وانت عمال تكتب لي دين في دين. هو انت تعرف حاجة عن الدين ولا عن اي حاجة في اي حاجة؟ انت ما تعرفش ان العدل اساس الملك؟ العدل ده انت شايفه عند اللي مشغلك، اللي مسرحك؟ انت اسرتك تعرف انت بتشتغل ايه؟ ما يعرفوش، وممكن لو يعرفوا يبقى هم بقى ده بقى حاجة تخصهم. انت تعرف ان في ناس نايمة من غير عشاء؟ تعرف ان في ناس الجنيه ما عادش بيجيب لهم حاجة؟ وتعرف ان في ناس نايمة خايفة من الصبح؟ تعرف ايه انت اللي جاي تكلمني في الدين؟ روح بقى وشوف الضابط بتاعك هيبعتك السوق ولا هتعمل ايه. توكل على الله. اه قبل ما انسى، ده واحد لجنة حاطط صورة ابنه على البروفايل، ولد ما شاء الله ربنا يحفظه ويحميه وينجيه من الفساد بتاع ابوه. انت شايف ابنك ده؟ ابنك ده لازم تربيه تربية محترمة وعلى الغالي وعلى النضيف، مش انت تروح تشتغل ضلالي وتربيه. تعرف الاطفال اللي زي الطفل ده دلوقتي في الشوارع في مصر بيشتغلوا في ورش، اللي شغال في ورشة نجارة واللي شغال مع ميكانيكي واللي شغال اللي زي ابنك ده كده، ربنا يحفظه يا رب. بص حواليك وشوف ولاد شعبك وشوف الناس اللي منك، شوف وضعهم ايه، وشوف الناس اللي فوق السيسي والحاشية اللي حواليه اللي هم بيديروا البلد. عمي مش فاهمين حاجة، ماشيين بتوع بطاطس. روح بقى. عبد الفتاح السيسي امبارح كان اول امبارح تقريبا او امبارح كان في كوبنهاجن الدنمارك. ايه رأيك يا عبد الفتاح السيسي في كوبنهاجن؟ ايه رأيك في كوبنهاجن؟ بيحبوك الدنماركيين، انا عارف بيحبوك ليه انا، بس انا ما اعرف، ما ينفعش اتكلم في تفاصيل لان انا عايش عندهم، واخد بالك؟ بس انا عارف الدنمارك بتحبك ليه، انا عارف. تعالوا بقى ايه نشوف عبد الفتاح السيسي امبارح في كوبنهاجن اتهزق ازاي. تعالوا شوف يا ده المعلم بتاعك اتهزق ازاي. سيسي خاين، سيسي عرس.
سيسي خاين، سيسي عرس. شفت عبد الفتاح السيسي ماشي في كوبنهاجن معاه حراسه قد ايه؟ عبد الفتاح السيسي ماشي في كوبنهاجن معاه حراسه عمرها ما بتحصل في اوروبا لاي ملك. يعني انا قابلت ملك في بلجيكا هو وبنته راكبين عجله في ميدان، شيء بسيط خالص، ولا حراسه ولا عربيات ولا اي حاجه، ماشي راكب بسكليته هو وبنته بيتمشوا في بلجيكا، والناس بيعملوا لهم كده من بعيد، لا عربيات ولا حراسه ولا اي حاجه. حتى في الدنمارك ملكه الدنمارك هي دلوقتي ابنها اللي بيمسك الدنمارك، هي سلمته المملكه، هي الدنمارك مملكه سلمته المملكه لابنها. بس الملكه ديت لما بتيجي تتمشى في الدنمارك يعني كل اسبوعين بتروح تزور مدينه في الدنمارك، مرة نيستفيل، مرة اوستبرو، مرة كريستينا، مرة فوردنبورج، بتمشي على رجليها، تمشي على رجليها، معاها اتنين تلاتة بس ناس حواليها من العيلة، وبتتمشى على رجليها وبتاع، والناس يطلعوا من البيوت يدوها ورد وبتاع ويخشوا يقفلوا بابهم عليهم، شيء بسيط خالص، لا حراسات ولا اي حاجه. احنا عندنا عبد الفتاح السيسي لما بيجي يروح يكذب علينا وعلى الناس بالميكروفون بتاعه، لما بيقعد ويدي الناس ظهره ويقعد يزعق لهم وهم يسقفوا له ومش عارف بيسقفوا ليه، الحوار ده بيبقى مكلف الشعب المواطن اللي زعف على وشه 50 مليون، والقعده دي اللي بيطلع يكذب فيها كل يوم ديت بتكلف الشعب 50 مليون. واخد بالك انت يا فتاحة بتنجانة؟ انت دكتاتور وراجل متخلف عقليا وذهنيا ومجرم في نفس الوقت. ما هو انت تخاف من اللي هو الغبي المجرم، الغبي في اجرامه ده تخاف منه، هو بني ادم متخلف لازم تعمل له حساب، متخلف. انت شفت عبد الفتاح السيسي وانت ماشي امبارح في كوبنهاجن اتشتمت ازاي في الشارع؟ شفت اتشتمت ازاي في الشارع؟ انت اصلا شخص مهزأ يا اخي، بنقول لك انت مجرم، افهم الكلام، انت مجرم. ما هو انت لو مش مجرم، واحد زي ابراهيم العرجاني اللي متهم في قضايا ارهاب وخطف جنود مصريين، ومتهم في قضايا تهريب وقضايا تهريب كبيرة على الحدود، مع الحدود بتاعتهم الطرابين هناك على الحدود مسيطرين على الحدود وكل حاجة، متهم في قضايا إرهاب، خطف جنود مصريين، قضايا تهريب، قضايا عنده بلاوي سودة ما تخلوش ينفع يطلع من السجن. طلع من السجن ازاي مش عارف، حطيته في المناصب دي ازاي مش عارف، يترأس الحزب السياسي السيناوي الباشا ابراهيم العرجاني ازاي مش عارف. طب ازاي واحد عليه بلاوي سودا زي ديت جايبينه حاطينه في المنصب ده ازاي في سينا؟ انتوا يعني ده كده انت بتعمل ميليشيات في مصر جديده ومحدش هيقدر عليها بعدين. الميليشيات اللي انت بتحطها لنا ديت عبد الفتاح السيسي محدش هيقدر عليها بعدين. ابراهيم العرجاني ده شخص مجرم ومتهم في قضايا ارهاب وبخطف جنودنا ولادنا حماة الارض، ويتفاوض معاكوا عليهم، ده مجرم. ازاي ما يكملش فترة عقوبته او يتحاكم ويطلع من السجن يتحط في منصب ده زي ده؟ انت كده بتجهز لنا ميليشيات في مصر جديدة محدش هيقدر عليها، مفيش حد هيقدر عليها. صبري نخلوخ برضو عليه احكام وبلطجي ومهرب وكل الصفات اللي هي الجميلة بتاعت الجماعة الجمال في صبري نخلوخ، برضه ما كملش عقوبته ولا اتحبس ولا حد جه ناحيته، طلع من السجن اتحط برضه في مكان زعيم بلطجية باسم شركات أونطة، كلام أونطة شركة حراسة ومش عارف ايه. بس ده مش مكانه، ده يا باشا راجل عليه أحكام وراجل بلطجي، ازاي تجيبوه من السجن تحطوه في أماكن زي ديت؟
انتوا بتجهزونا لايه بالظبط؟ انا رايي فيكم مش هيتغير، انتوا مجرمين وبتحكموا الدوله غلط، ولازم النظام دوت يتغير ويمسك الدوله ناس نظيفه. واحد بيقول لي انت قلت لنا قبل كده ميدان التحرير ويحط لنا خطه. حبيبي انا مش بتاع خطط ولا بطلع اكلم الناس، انا هنا بطلع اكلم الحكومه. انا راجل لا بتاع خطط ولا اعرف خطط. الناس الاعلاميين الكبار اللي بيطلعوا يعرضوا لكم شاشات وافلام وروايات، اللي هم المعارضين، هم اللي يحطوا الخطط، لان الناس دي كانت عايشه في قلبهم وناس دارسين واشتغلوا معاهم ويتغيروا من مناصب لمناصب، عارفين المداخل والمخارج، ويقدر يفيدك. لكن هم ما. انا كشخص بطلع اكلم الحكومه وبعرفها ان انا مش اهبل، وان انا مواطن مصري ليا حقوق في البلد مهدوره، وانتوا اللي اهدرتوها، جوعتوا الناس وزحفتوهم على وشهم. كل حاجه سيئه بتعملوها في الدوله. بالمناسبه بسرعه كده، اتصل بيا واحد من المنصوره، مدرس المنصوره، وتقريبا الراجل ده دلوقتي مشهور على اليوتيوب، قصته اتشهرت يعني. الراجل ده اتصل بيا من حوالي 20 يوم، قال لي بعد اذنك انا عندي مشكله كبيره مع امن الدوله وعاوز احل المشكله ديت. فبعدين انا قلت له انت في عندك مسؤولين، كلم وزراء، ابعت فاكسات النائب العام. قال لي عملت ده كله، وبعت لي على الواتس بتاعي عندي، بعت لي الاوراق اللي بعتها لجميع امه لا اله الا الله في مصر. حقوق الانسان بعت، حتى رئيس مجلس المدينة اللي هو عايش فيها بعت له، بعت للأمن الوطني، بعت لوزارة الداخلية، بعت للعالم كلهم. الراجل ده كان مدرس وبيشتغل في مدرسة، واكتشف في المدرسة إنه في تسجيل أو تصوير لزميلاته في المدرسة، فبينبههم، قال لهم في حاجات، في تصوير وفي حاجات داخل الأماكن في المدرسة، وانتبهوا يعني. ف انا سمعت منه، وبعدين يعني شلته من دماغي، مفيش حاجه ملموسه او حاجه ان انا اطلع اتكلم فيها، لان هو اذا كان زي ما هو بيقول كانت امن الدوله هتاخده، يعني مش هيسيبوه اكيد يعني. فشلته من دماغي، ما حطيتوش في دماغي قوي. وفي محادثات على الواتس هوريها لكم دلوقتي بيني وبين الراجل ده، عشان ما حدش يقول لي اشاعات وان انا بقول كلام وخلاص. ففجأة لقيته طالع مع إعلامي في قناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات. أحمد عبد القادر الحسيني شخص ممكن ما تعرفوش، ممكن تكون ما سمعتش عنه قبل كده. مدرس من المنصورة، بيشتغل في حدائق الأهرام في مدرسة اسمها مدارس العمران الحديثة للغات في حدائق الأهرام. شخص بيناشد السيسي والداخلية والمخابرات والأمن الوطني لفترة طويلة، انقذوني، أنا عندي مشكلة مع ضباط في الأمن، أنا واقع مع مشكلة مع الشرطة. شفت الراجل بيقول لي بقى؟ فجأة لقيت الخبر ده مع مين؟ مع الراجل المدرس اللي كان بيتواصل معايا وبيقول لي حاول توصل صوتي لأي حد، لأن تعبت ما عادش عندي حد تاني أكلمه. فأنا شلته من دماغي شوية، قلت يمكن هو بيتهيأله أو حاجة، فاتضح إن الموضوع حقيقة. حول الله يا رب. طبعا المحادثات اللي بينه وبينه دي، المحادثات اللي بينه وبينه مدرس المنصورة بعت لي الفيديوهات، ودي المحادثة اللي بينه وبينه. دي بقية المحادثة بينه وبينه. بص هو ده. هل يرضي حضراتكم انا كمدرس لما اطلع اشتغل في مدارس عمان حديثه للغات في محافظه الجيزه في منطقه حدائق الاهرام في البوابه الاولى شارع 5 الف، ان المدرسه مع مجموعه من الموظفين داخل المدرسه يخترقوا تليفوني ويستبيحوا حياتي بشكل تام؟ هل يرضي حضراتكم حاجه زي دي؟ يا مصريين يا محترمين، انا مدرس من مدينه المنصوره. هل يرضي حضراتكم ان بتوع امن الدوله بتوع المنصوره ومعاهم ناس من المخابرات اللي موجودين في مدارس عمران الحديثه للغات في محافظه الجيزه في منطقه حدائق الاهرام البوابه الاولى شارع 5 الف انهم يتربصوا بيا؟ عايزين ينتقموا مني؟ الراجل ده بعت لي المحادثات دي على الواتساب،
اهو بينه وبينه محادثات دي بينه وبينه. تمام. دلوقتي الراجل ده اختفى اختفاء قسري، حتى جيرانه ما يعرفوش عنه حاجة. حتى جيرانه ما يعرفوش عنه حاجة. هو ايه اللي بيحصل في بلدنا مصر؟ ايه اللي بيحصل في بلدنا يا حكومة؟ ايه اللي بيحصل في بلدنا؟ كل اللي يطلع يحكي كلمة اختفاء قسري. طب انتوا واخدينه اللي بتعملوا بيه ايه؟ وانا تواصلت معاه على الواتساب بتاعه، فعلا مختفي، مفيش واتساب. انتوا ليه كده؟ ليه كده يا حكومة مصر؟ امتى هتنضفوا وامتى هتبقوا رجالة؟ ما هي اللي انتوا بتعملوه ده مش مرجلة. ان انت كل ما تطلع تكلم واحد يحكي كلمتين او يقول رأيه او يعمل اي حاجة ما فيش فيها اي نوع من انواع الشر، تاخدوه يختفي. انتوا بتشتغلوا لحساب مين يا حكومة بالظبط؟ يا حكومة مصر انتوا بتشتغلوا لحساب مين بالظبط؟ ده راجل مدرس والمفروض ان هو راجل تربوي. عملتوا فيه ليه كده؟ فصلتوه من المدرسة، قاعد في البيت عايش مع امه بتقبض معاش، بياكلوا ويشربوا منه هما الاتنين. لو احترموا نفسكم في الشعب المصري الغلبان واحترموا نفسكم وخليكم ناس محترمة، ما تستقوش على الضعيف. البلد فيها فساد ما ينتهيش، بس الفساد اللي بيعملوه اللي اكبر منكم ما تقدروش تبصوا لهم. فانتوا شغلكم واكل عيشكم كله على الغلبان وعلى الضعيف، عشان تبقوا عارفين. ما تقولوش انت عشان بره بتتكلم براحتك. اقسم بالله رأيي فيكم طول عمري كده، حتى وانا في قلب بلدي اقسم بالله رأيي فيكم طول عمره ما بتغير. واقسم بالله بشرفي لو انا معاكم دلوقتي في مصر ومعلقيني على المشنقة، والله شهيد على كلامي رأيي فيكم ما هغيره. لان انتوا شوية ناس لمامة، ما عندكوش انسانية ولا احترام للغلابة ولا اي حاجة. طب انت اللي انت رحت جبت الراجل ده من البيت، شوف كده. اهي اهي الطعمية شايفينها من ايدي وانا مش باين، اهي باينه متهيألي مش هتشوفوها عشان هي عامله زي الزرار اهي. وادي الرغيف دول كده ب 2 جنيه. طب انا يوميتي 100 جنيه من الصبح اهو في الجبل لغايه الساعه 5 المغرب عشان 100 جنيه اكل بيها طعميه حامل 100 جنيه. شفت يا سعادة الباشا؟ مين اللي عمل في الراجل ده كده؟ مقعده في الصحراء شغال ب 100 جنيه طول النهار من الصبح بالليل، ب 100 جنيه. بيجيب بقى عيش وطعمية وحبات الطعمية زي ما انت شايف. طب هو هياكل ولا عياله هياكلوا ولا هيدفع ايجار ولا هيدفع كهرباء ولا هيدفع مية ولا هيجيب طماطم ولا هيجيب بطاطس ولا هيجيب زيت؟ هيروح معاكوا فين؟ هيروح معاكوا فين؟ هيروح معاكوا فين؟ ده انتوا كل امناء الشرطة وكل الضباط في مصر من مشيهم الشمال عندكم عمارات وعربيات مش مع الناس اللي مشغلاكم من الفساد. وكل امناء الشرطة بتبيعوا مخدرات وبتستروا على تجار مخدرات وبتقبضوا من بتوع المخدرات. ده اللي هم الغلابة اللي في الشارع اللي هم على قدهم بيبيعوا على قدهم. ده غير الكبار بقى. الكبار دول الشنط بتروح متستفة للناس التقيلة على تهريبة على ده على انتوا. ربنا ينتقم منكم بحق جه النبي، ربنا هينتقم منكم. ومفيش حاجة اسمها ان احنا هنسكت او هنزهق او هنبطل. لا، انا هفضل اطلعكم على المسرح كل يوم لحد ما اموت او لحد ما تشنقوني. ولو انا قاعد معاكم دلوقتي رأيي فيكم مش هغيره، لان انا عارفكم بالواحد وعارف حواراتكم وعارف مشيكوا الشمال كله شكله ايه. ظباط وامناء شرطة الا من رحم ربي، بعد الناس ولاد ناس، كل مشيكوا شمال. ده مدرس تربوي، المفروض انه راجل تربوي. وقفتوا حاله وقعدتوه في البيت. واحد بص قاعد في الصحراء. طب ما تروح تشتغلوا مع الناس اللي مزحفة الغلابة على وشهم وسارقين اموالهم وبايعين ثرواتهم وبايعين اراضيهم وبايعين كرامتهم وكل حاجة. اشمعنى الغلابة الضعاف اللي بتشتغلوا عليهم؟ ليه مفيش واحد فيكم يبقى عنده شرف ويبص لفوق يشوف اللي فوق ده بيعمل ايه؟
ولا ايه؟ بالنسبة للقضاء المصري، اولا القضاء عندنا في مصر معدوم الانسانية والضمير، ولا يحكم بالعدل، مفيش عدل. القضاء بيديره وبيرقصه عبد الفتاح السيسي، وعبد الفتاح السيسي باطل وحكمه باطل وكل حاجة بيعملها باطلة، هو نفسه كشخص باطل. قضاء مصري ما عندناش قضاء مصري بيوافق على أي فساد عادي. زي القاضي اللي معايا دلوقتي ده، في قاضي محترم دلوقتي هو بره مصر، الله أعلم في إنجلترا أو فين. الراجل ده ما وافقش على الفساد بتاعهم. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الاحرار والشرفاء، تحياتي لكل القابضين على كلمه الحق في زمن عز فيه الرجال وقل فيه اهل الحق. هكلمكم النهارده او في موضوع المحتوى اللي انا بقدمه النهارده عن موضوع يخصني ويخص المؤسسه اللي اشتغلت فيها 15 سنه، مؤسسه القضاء وتحديدا مجلس الدوله. عارفين حضراتكم تباين المواقف هو اكتر حاجه بتضايق. الراجل ده ازدواجيه المعايير بمعنى ايه؟ قاضي زي ما انتوا سمعتوا منه كده. الراجل ده ما وافقش على نوع من انواع الفساد، كانوا مودين له ورق. انا بحكي باختصار يعني، ما بحبش الفلسفه في الكلام لان انا راجل مصري ابن بلد، فبحب ايه احكي كده ايه شعبي زي الناس اللي من جلدتي. ودوله ورقه يمضي عليه على اساس ان هو قاضي، هيمرر ورقه هيعمل تقنين خاطئ، حاجه ما تخصش الشخص اللي هيقننوا له، هي تخص الدوله، ما ينفعش. فرفض الفساد ده، طلع هو وقاضي زميله على قصر الرئيس عبد الفتاح بتنجانة على اساس ان هما ما عادوش لاقيين جهه في الدوله يتكلموا معاها او تجاوب معاهم. قالوا نروح لرئيس الجمهوريه. راحوا لرئيس الجمهوريه، ما عرفوش يقابلوه طبعا. عبد الفتاح بتنجانة ما عرفوش يقابلوه طبعا. هنا زي ما انت شفت كده، ممكن تبقى ماشي في الشارع تلاقي ملك ماشي بالعجله في الشارع. عبد الفتاح السيسي ما عرفش يقابله، القاضي ما عرفش يقابله. اتنين، ده اللي بيحكي ده وزميله، وحطوهم في غرفة كده في الجنينة شوية لحد ما زهقوا وخدوا بعضهم ومشوا. واتمررت البيعة واتمرر التكنين الشمال واتعمل كل حاجة وخلصت. قاضي تاني هو اللي مررها طبعا، يعني ده ما وافقش فيه غيره 1000. طب القاضي اللي مرر التوقيع وقنن وعمل، والقضاة اللي بيعملوا الكلام ده كل يوم في مصر وبيمرروا شغل شمال وبيوقعوا عليه وبيقننوه، القضاة دول انتوا حابسين نص شباب مصر في السجون في قضايا تلفيق وقضايا رأيهم في الفساد وقواضي متلفقة وحاجات وفي ناس محبوسة ما عملتش أي حاجة. المعتقلين دول هتتحاسبوا عليهم، اصل احنا مش هنسكت، المعتقلين دول هتتحاسبوا عليهم. كل القصور وكل السرقات وكل البلاوي السوداء اللي انتوا عاملينها، كل الاذرع الفاسده في الدوله، كل ده هيتحاسب. احنا لو ما كل ده ما اتحاسبش واتظبطت الدوله، هيبقى برضه لسه في خيانه، عشان تبقوا عارفين ومش هنسكت. كل الثروات اللي عملتوها من دم الغلابة دي والمعتقلين اللي ظلمتوهم ورميتوهم في السجون ظلم دول، كل أموالكم كل حاجاتكم دي هتشتغل لحسابهم برضه. هياخدوها تعويضات في بلدهم وأرضهم اللي انتوا حرمتوهم من الحياة عليها، وهم ما ذنبهمش حاجة في أي حاجة غير إن هو بيحكم بلادهم فاسد دكتاتور ومعاه معاونين أحقر منه. واحد بيقول لي حط خطة عشان نعمل ثورة، وأنا مش بتاع خطط زي ما قلت لك في الأول، أنا مش بتاع خطط. أنا راجل مصري عادي جدا. لا في عندك القنوات المعارضة كلهم بيطلعوا يشرحوا تفاصيل اغتصاب السيسي للأرض وبيفضحوه وبيعملوا لنا بيظهروا لنا فساد وده وده. طيب ايه الفايدة؟ الناس دي دارسة معاهم واشتغلوا معاهم وعارفين بعض كويس ويقدروا ينصحوا نعمل ايه، نسقط ديون مصر ازاي، نحاكم الحكومة ازاي، نعمل ايه كده. لكن انا راجل بسيط اقدر اقول لك ايه الحل: ثورة.
في دعوات لثورات شغالة، كل الناس تنضم للدعوات الثورة. ها، ينضموا وينزلوا بدون تخريب وبدون أي حاجة، ينزلوا بالقوة وسيطروا على البلد بتاعتنا، ونقدر ساعتها نحن نحاكم السيسي، نقدر نحاسب الحكومة. الحل يا باشا في ثورة. ثورة. واحد هيجي يكتب لي في تعليق من الناس اللجنة يقول لي انت هتعمل ثورة وانت قاعد عندك، هقول لك يا حبيبي احنا لو احنا بلدنا فيها عدل وقانون ودستور وفي حرية رأي، انا كان زماني دلوقتي قاعد في بلدي. كان زماني دلوقتي قاعد في بلدي، وده انا بتمناه ان انا في يوم من الايام ارجع بلدي واعيش فيها، لان مصر دي يا باشا ام الدنيا. مصر فيها خزائن الارض. انت ما تعرفش مصر فيها ايه بالظبط. ليه؟ لان انت تافه. تافه ومش مقدر قيمة الشيء اللي معاك. مصر فيها خزائن الارض. مصر ام الدنيا. نفسي ارجع بلدي واقعد في بلدي واتكلم وانا قاعد في بلدي. انما انا واحد مدرس بعت لي محادثة، قبضوا عليه واختفى. قبضوا عليه واختفى. ليه؟ علشان مفيش عدل في مصر. مفيش حكومة عندها إنسانية ولا مبدأ. كلهم شغالين شمال. كل أمناء الشرطة بقى عندهم أبراج وعربيات من المشي الشمال، ومن مص دم الغلابة، ومن أخذ الأتاوة من بتوع المخدرات، ومن أخذ الأتاوة من بتوع المحلات، ومن أخذ الأتاوة من بياعين القطة اللي في الشارع. كل حاجة. كل واحد بيشتغل على قد حجمه. امين الشرطه بيشتغل كده، الضابط بتاعه له نشاط تاني، اللي مشغل الضابط له نشاط تاني. كلهم شبكه مع بعض. شبكه سرطانيه. ان شاء الله تنضف، لان كل ده لو ما نضفش مع الرئيس الجديد يبقى احنا كده ايه، في خيانه لسه. الدوله ما اتظبطتش. ما هو لو الاعلام كله ما اتحكمش، الأذرع الفاسدة اللي في جميع مؤسسات الدولة، شرطة غيره، كل مؤسسات الدولة، كل ده لو ما اتحاسبش يبقى كده برضو لسه الفساد موجود والخيانة موجودة. ما عملناش حاجة، واحنا هنفضل نتكلم ومش هنسكت. حقنا هنسأل عليه دايما، كل يوم هنسأل على حقنا. الغلابة انتوا اهملتوهم، والناس دلوقتي استعوضت ربنا، ما عادتش عارفة تشكي لحد غير ربنا. الغلابة ما عادوش عارفين يشتكوا لحد، خلاص زهقوا. الراجل قعد يبعت لوزير الداخلية ووزير البتنجانية، وقعد يبعت لجميع المؤسسات مدرس تربوي يحوشوا بتوع أمن الدولة عني، وفي الآخر خدوه واختفى. الراجل حتى جيرانه ما يعرفوش عنه حاجة. نظام مجرم ونظام ديكتاتور. ونظام طلع إبراهيم العرجاني متهم في قضايا إرهاب في سيناء، ومتهم في قضايا خطف جنود مصريين، ومتهم في قضايا تهريب، ومتهم في قضايا كل حاجة تخطر على بالك في سيناء. وطلعوه من السجن، حطوه دلوقتي بيترأس الحزب السياسي السيناوي. ما شاء الله. ازاي؟ مش عارف. صبري نخلوق نفس الموضوع، احكام وديد وعبيد، وحطوه جابوه وبقى تفهمش بيجهزوا البلد لإيه. واحنا معاكم لحد الآخر، وإن شاء الله بإذن الله مش هنسيبكم تكملوا معانا. لازم ثورة يا رجالة، ننزل ننضف الدنيا. واحد هيقول لي أنت هتعمل ثورة وأنت قاعد بره، هقول لك يا باشا أنا بتكلم عن نفسي. بتكلم عن نفسي. أنا لو أنا في مصر ما أقدرش أتكلم. أنت عارف إن النظام ده نظام مجرم. ما تكتبليش تعليق تقول لي إيه، ما فيش الكلام ده. أنا لو عندي عدل وحرية في مصر هنزل أتكلم من قلب بلدي، وأحب على قلبي إن أنا أكون في بلدي. اوعى تفتكر ان بره جنة ولا لا. بالعكس، انت هنا في جحيم. سيستم ماشي عليه زي ما انزل. متعرفش تاخد راحتك، ما تعرفش انت هنا امراض الدنيا، رطوبة ومفيش شمس، بلادنا مفيش زيها. وان شاء الله في يوم من الايام هنرجع لبلدنا، وان شاء الله عبد الفتاح السيسي يتحاكم باذن الله، وان شاء الله ديون مصر تسقط، وإن شاء الله يا رب بإذن الله ربنا ينجينا من القرف بتاع الحكومة المصرية كله. إن شاء الله عن قريب يا رب. في رعاية الله يا رجالة.